عندك بقى لفة جلاش كده فايضة من رمضان ومش عارفة تعملي بيها ايه جوه الفريزر. تعالي نعمل بيها حاجة حلوة ولذيذة وبجد طعمها حلو قوي وهتعجب الولاد وترطب علينا في الحر اللي احنا فيه وهجم علينا مرة واحدة ده. تعالي وسمي الله وصلي على رسول الله ويلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. حاجة كده خرافية ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود. هو شوية جلاش كده مكسرين وشوية من اللبن وتعالي نشوف هنعمل ايه. لو اول مرة بتشوفيني انا اسمي امنية ودي قناتي واتمنى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. ويلا نسمي الله ونقول ايه الجمال ده. اول حاجة هنعملها هي ايه يا ست الكل؟ هنعمل المهلبية. المهلبية هنا عبارة عن ايه؟ اول حاجة انا جبت هنا 3 كوبايات من الحليب ونزلت عليهم ب3 معالق من السكر او يعني 4 معالق على حسب الرغبة، ومعلقة كبيرة كده من النشا، ومعلقتين كبار من جوز الهند. طبعا جوز الهند برضو هنا اختياري بس انا هنا مديها تست عالي جدا جدا. ومعلقة من اللبن البودرة ومعلقتين من بودرة الكاستر كبار زي ما انت شايفة كده. هنحط معلقتين كبار من بودرة الكاستر او الكيس اللي هو الصغير اللي احنا بنجيبه جاهز ده. تمام. لو عندك العلبة الكبيرة المتوفرة دي خدي منها معلقتين كبار، لو ما عندكيش يبقى خدي ايه الكيس ده الصغير ده هيبقى مناسب جدا. وبعد كده هنبدأ نقلبهم كويس جدا ونرفعهم على النار. هنجيب بقى هنا شوية الجلاش دول كانوا عندي مفتفتين خالص وكانوا في الفريزر بقالهم فترة، رحت ايه قلبتهم كده بحوالي ربع كوباية من السمنة او الزبدة وهنقلبهم كويس جدا 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 وندخلهم الفرن. هياخدوا حوالي ربع ساعة ويكونوا اتحمصوا في الفرن مش تحت الشوايه، عشان بس ما تقعديش تسحلي نفسك وتطلعي وتقلبي وتعملي مش عارفه ايه. لا سيبيهم في الفرن كده هيتحمصوا ويبقى طعمهم حلو جدا جدا. هنا خلاص الحليب بتاعنا زي ما حضرتك شايفه كده خلاص بقى يعني بودنج او بودره الكاستر خليته بقى كاسترد يعني. وبعد كده كمان الجلاش كمان اتحمص. هنبدأ ناخد رق من الجلاش ونضيفه في الكبات بتاعتنا او في الكوبايات بتاعتنا. ناخد كده حوالي معلقتين او يعني برضو حسب ما انت تحبي وحسب الكميه اللي عند حضرتك متوفره. انا عندي هنا كانت نص لفه جلاش، يعني دي بالظبط نص لفه جلاش عملت الكميه اللي حضرتك شايفاها دي. اللهم بارك. هنبدا بقى ان احنا نسكب عليها المهلبيه كده وهي سخنه. المهلبيه لوحدها طعمها رهيب، المعلقتين الجوز هند مدينها طعم حلو جدا جدا. وطبعا ما تنسيش تحطي فانيليا علشان تديكي تيست عالي كده ويخلي طعمها حلو. عندكيش كاسترد ممكن تحطي نشا بس، يعني المتوفر عندك اشتغلي بيه. بس كده انا هنا عامله المهلبيه تقيله شويه. تمام. هنبدا بقى نسكب الكلام ده كله في كل طبق كده، هنسكب حوالي 1 أو 2 يعني بولتين كده وبس كده وخلاص. هنبدا بقى نجيب الجلاش بتاعنا بعد ما نسكبه كده ال البودنج. هنجيب الجلاش بتاعنا ساوي بس كده الاطباق علشان خاطر تكون شكلها كويس، لان انت لما تيجي تقدميها العين بتاكل قبل الفم يعني زي ما بيقولوا. هنبدأ بقى ان احنا نجيب الجلاش بعد ما نسويه ويكون هو هدي شوية ونبدأ نضيفه كده فوق على الوش ايه برضو كمية حسب الرغبة، عايزة تزودي زودي، عايزة تقللي قللي. انا هنا هحط شوية زي طبقة كده خفيفة خالص علشان انا هحط عليها كمان شوية من الشوكولاتة السبريد، لان عندي الولاد بيحبوا الشوكولاتة السبريد على اي حاجة. فانا يعني ايه هحط طبقة كده حلوة يعني مش كتير ومش قليل، بس هو هيفضل مقرمش وحلو قوي لما تحطي عليه كمان الشوكولاتة. وبعد ما تخلصي وتحسي ان هو هدي حطيه فورا في التلاجة. وطبعا ما تنسيش تغطيه، يفضل طبعا ان انت تغطيه علشان يفضل مقرمش، اللي تحت هيفضل مقرمش واللي فوق هيفضل مقرمش وهيبقى في منتهى الجمال واللذاذه. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير. بصي انا كان عندي كمان الصوص بتاع الكراميل فبدأت ان انا اضيفه كده وحطيت شوكولاتة بيضة، ودي حاجة بقى طبعا اختياري يعني انا بحب الحاجات اللي هي ايه يعني بتدلع الولاد كده. انت دلعيهم بقى بطريقتك، يعني عايزه تحطي بقى مثلا شوكولاتة مجروشة، عايزة تحطي شوكولاتة سبريد كده زي ما انا حطيت، بس هي شوكولاتة البيضة السبريد معاها حلوة قوي قوي. وتوفي بتاع او الكراميل بتاع الكريم كراميل جميل جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير وصلي على النبي في التعليقات عليه افضل الصلاة والسلام، واشوفك على خير في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الوصفة خلصت واتمنى انها تعجبك. بصي الجمال حاجة كده في منتهى اللذاذة، حلو حلاوة اللهم بارك. جربيه وان شاء الله يعجبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفك على خير.